جوزي كل ليلة بيعمل في المرتبة حاجة بشعة ومقرفة جدا. والمشكلة ان ابني لما شافه بيعمل كده بقى بيقلد ابوه وبيعمل كده في المرتبة كل يوم. دخلت عليه وقلت له خلاص انا ما بقتش عارفة اسيطر على ابنك، حرام عليك اللي انت بتعمله قدام الولد ده. وكل ما اجي اقول له يا ابني ما ينفعش كده غلط، يقول لي ما بابا بيعمل كده كل يوم، مش بتقدري تتكلمي معاه. وقبل ما اكمل الحكاية يا ريت تذكروا الله في التعليقات وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشيروه على اوسع نطاق. وما تنساش لو انت اول مره تشوفني على قناتي على اليوتيوب يا ريت فضلا وليس امرا تعمل اشتراك وتكتب لي كومنت لصاحبه المشكله، وما تنساش تفعل زر الجرس وتدوس على كلمه الكل علشان يوصل لك كل جديد انا بنزله. مشكلتي بدات من يوم فرحي. قبل ما اتجوز اتخطبت 6 شهور بس لواحد جارنا، كان طيب وكويس، واول ما تقدم ليا اهلي وافقوا عليه على طول. بس يوم الفرح وبعد ما دخلنا شقتنا لقيته بيقول لي انا عايزه اسيبك على راحتك النهارده، فعلشان كده هخليكي تنامي لوحدك على السرير وانا هنام في اوضه الاطفال. لما قال لي كده انا استغربت، ده النهارده اول يوم جواز لينا واول يوم نكون مع بعض فيه، ازاي عايز كل واحد فينا ينام في اوضه؟ وطبعا انا ما دققتش على كلامه وقلت ان هو ممكن يكون مكسوف ينام لاول مره مع حد يعني، لان هو كان دايما بيقول لي في الخطوبه ان هو مش متعود ينام في نفس الاوضه اللي فيها اي حد حتى لو اخوه، دايما وهو متعود من صغره ان هو بينام على سرير لوحده وفي غرفه لوحده. فانا فكرت كده لحد ما يتعود والدنيا تظبط والدنيا تمشي تمام. وعدت اول ليله عليا وانا عروسه وانا نايمه في اوضه وعريسي نايم في الاوضه التانيه. لكن تاني يوم حصل بينا زي اللي بيحصل بين اي اتنين متجوزين، وقبل ما ننام راح برضو ينام في الاوضه التانيه. قلت له الله، طب ما تخليك هنا نام معايا النهارده، انا عايزه احس ان احنا طبيعيين وزينا زي اي زوجين. لقيته بيقول لي بصراحه بقى انا ما بحبش انام جنب حد ومش متعود ان حد يفضل معايا في نفس الاوضه، وبعدين انا نومي وحش جدا علشان كده يا ريت تسيبيني على راحتي. طبعا في الوقت ده احرجني بالكلام، علشان كده من بعديها عمري في حياتي ما طلبت منه ان هو ينام جنب مني. قعدت انا وهو اول سنه جواز على نفس الحاله لحد ما خلاص اتعودت ان كل واحد بالليل بينام في اوضه لوحده. عدى الموضوع ده 5 سنين، ايوه عدى 5 سنين على جوازنا وخلفت منه ابني اللي كان كل حاجة في حياتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي حرفيا. كنت أنا وابني بننام في الأوضة وجوزي كان بينام في أوضة الأطفال زي ما هو اتعود وعودني، أو زي ما هو عودني من ساعة ما اتجوزت أنا وهو. كنت أنا المسؤولة عن كل حاجة في البيت، يعني جوزي ما كانش بيعمل حاجة غير إن هو بيجيب فلوس للبيت وخلاص، لكن أنا اللي كنت مسؤولة عن تعليم ابني وطلبات البيت والبيت محتاج إيه وهكذا. ففي يوم ابنه طلب مني ان هو ينام مع ابوه، لانه طبعا زيه زي اي طفل كان متعلق بابوه جدا، وبرضه جوزي كان متوتر شويه وبعدين راح موافق. قلت له طب ايه رايك ننام احنا ال3 في الاوضه؟ قال لي لا انا هاخد ابني النهارده علشان هو بيعيط وعايز ينام معايا الليله دي، وانتي خليكي في اوضتك. الحركه دي من ساعه ما اتجوزنا وهي حرفيا بتضايقني. ايوه بتضايقني جدا، لاني زي اي زوجه عايزه احس ان انا ست متجوزه وبتعامل طبيعي زي اي حد، لكن هو عمره ما حسسني بكده، بالعكس كان دايما بيحسسني بتصرفات غامضه وان هو مخبي سر رهيب جدا عليا، مع اني هو معترف لي بيه، لدرجه ان انا لما كنت بحكي لماما كانت تقولي ممكن يكون حد عامل ليه عمل. ايوه انا عارفه السر اللي هو مخبيه عليا، ايوه عارفه السر اللي بيخليه ينام في الاوضه التانيه، وكنت متقبله الوضع كده وكان نفسي ان هو ينام جنب مني ونعيش زينا زي اي زوجين، لكن برضه كان لسه مصمم ومصر على اني انا انام في اوضه وهو ينام في اوضه تانيه. ماما كانت دايما بتقولي ان هو معمل له سحر او عمل، ويمكن ده اللي مخليه ينام بعيد عنك، ده غير ان هي اتهمتني كمان ان ممكن اكون انا اللي مهمله في حق جوزي، مع اني والله انا نظيفه جدا سواء نظافه شخصيه او كنت نظيفه في البيت وعمري ما قصرت في اي حاجه. وعلشان انا مش بامن بالاعمال والسحر والحاجات ديت كنت بقول ايه يمكن المشكله
نفسية. ايوه يمكن دي تكون حالة نفسية، يمكن مضغوط نفسيا او حاجة زي كده. كانت دايما بتقولي يا بنتي عدي الدنيا وما تدققيش على اي حاجة. ولما كان الفضول بياخدني اوقات وبيشغلني زيادة عن اللزوم، كنت بسحب وافتح باب الأوضة بالروح، بلاقيه متغطي ونايم، لاني اوقات كنت بشك فيه بصراحة. ايوه كنت بشك فيه، كنت بقول ممكن يكون بيخوني او بيعمل حاجة مش طبيعية تحت البطانية. وفي الليلة اللي ابنه طلب فيها ان هو ينام معاه، لقيته تاني يوم بيقول لي انا مش عايزة انام جنب بابا تاني. انا استغربت جدا من كلام الولد، وايه اللي خلاه يصحى من النوم مخصوص ويقول لي كده. قعدت معاه وسألته وقلت له ليه يا حبيبي ابوك عمل ايه؟ قال لي ما عملش حاجة يا ماما، بس ما عرفتش انام جنب منه، وانا مش عايزة انام مع حد تاني. ايوه مش عايزه انام مع حد تاني غيرك يا ماما. حسيت في الوقت ده ان الموضوع فيه ان. وتاني يوم ابني نام جنب مني، لكن لما صحيت الصبح لقيت ابني عامل بيبي على نفسه على السرير، مع ان في العاده ابني لما بيحب يخش الحمام بيصحى الاول وبيخش الحمام. وطبعا كان بيعمل كده من اول ما كبر، ومن قبل ما يدخل الحضانه بسنه وهو مش متعود يعمل على نفسه. طبعا في الوقت ده اول ما شفت كده اتعصبت وزعقت له وقلت له انت مش بطلت الحركة دي من زمان؟ ايه اللي خلاك تعملها تاني؟ واشمعنى بتعملها؟ لقيته بيقول لي واشمعنى بابا؟ ما بابا عمل كده امبارح على السرير. طبعا هو اول ما قال لي كده انا اتصدمت وما بقيتش عارفه ارد عليه واقول له ايه. اي نعم انا عارفه موضوع ابوه، وعارفه ان هو عنده تبول لا ارادي وما بيقدرش يتحكم في نفسه وبيتعالج من الموضوع ده، لكن العلاج مش جايب اي نتيجه. بس ما كنتش حابه خالص ان ابني يعرف حاجه زي كده او يعمل الحركه دي حتى لو متعمد، او ان ابوه ينزل في نظره للدرجه دي ويعرف ان ابوه بيعمل حمام على نفسه في السرير. طبعا يا جماعه انا خايفه على ابني جدا. انا خلاص جوزي بحاول اعالج فيه ومش بيتعالج، بس العاده دي خلاص ابني اتعود عليها وبقى كل ليله بيعمل الحركه دي على السرير. وكل ما اجي اتكلم معاه يقول لي اشمعنى بابا؟ ما انتي كل يوم والتاني بتنضفي سرير بابا وبتغيري الملايات، انا عايزه اعمل زيه. وطبعا ده ولد صغير ومن شاب على شيء شاب عليه، وانا بصراحه نفسيتي متدمره. ابوه واستحملته وقلت مش مشكله علشان خاطر بيتي ما يتخربش زي ما كانت دايما امي بتقولي، وقلت يمكن سحر او اعمال، لكن الموضوع يوصل لدرجه كمان ابني اللي هو كل حياتي. طبعا انا مش عارفه اعمل ايه، اروح اعرضه على دكاتره ولا افضل قاعده وساكته وهو لما يكبر هيبطل اللي هو بيعمله ده؟ انا عارفه ان اللي عند ابني مش حاجه مرضيه، ابني بيعمل كده بمزاجه وبيستريح، بمعنى اصح بيكسل يخش الحمام. يا ريت تقولوا لي يا جماعه اعمل ايه واتصرف ازاي في الموضوع ده، لان بجد انا تعبانه نفسيا ومتدمره ومش قادره استحمل اكتر من كده. هستنى رايكم ونصايحكم ليا، اعتبروني اختكم، اعتبروني اي حاجه، بس اهم حاجه فيدوني وقولوا لي اعمل ايه. انا مش لاقيه اي حد الجا له، وكل ما اروح واحكي لامي تقول لي ده لسه طفل صغير لما يكبر هيتعود. وامي مش حاسه باي حاجه بتدور اصلا، واي حاجه بتطلع عليها اي مبررات وخلاص. بجد مش لاقيه اي حد ينصحني ولا اي حد يوجهني للاتجاه الصح علشان اروحه. علشان كده انا حابه ان انتوا تنصحوني وتقولوا لي اعرضه على دكاتره ولا اعمل ايه بالظبط. وطبعا دي كانت مشكله النهارده. ما تنسوش تقولي رايكم لصاحبه المشكله في الكومنت علشان تلاقي الحل السليم ان شاء الله. ولو انت اول مره تشوف قناتي على اليوتيوب ما تنساش اشتراك، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والشير، واشوفكم في قصه جديده وحكايه جديده ان شاء الله.